في ناس تستحق ان هي تكون اهم من رجال الاعمال واغلى من لعيبه الكوره واشهر من الفنانين، بس دايما ما بتسلطش الاضواء عليهم ومحدش يعرف عنهم اي حاجه. بيفنوا حياتهم عشان خاطر الناس التانيين ومن غير ما نعرف عنهم اي حاجه ومن غير مقابل. في برنامجنا بنتكلم عن ناس من المخابرات المصريه وقصص حقيقيه محدش يعرف عنهم اي حاجه. هنتكلم عليهم وهنحكي قصصهم خلال شهر رمضان ان شاء الله. اخترت ان انا ابدا معاكم النهارده اول قصه اسمها قصه الرجل الخفي او العراف. خلينا نقولها بقى بالعربي. اسمه ايه الراجل ده؟ اسمه اشرف فؤاد الطحان. اشرف فؤاد الطحان اتعرف باسامي كتير قوي. ممكن اسمه الحقيقي اشرف فؤاد الطحان، اسمه ديفي كرنهال، واتشهر في عالم الجاسوسيه والمخابرات باسم العراف. ايه حكايته واشتغل امتى واشتغل؟ هو مصري يبقى اشتغل لصالح مصر ضد مين؟ هنعرفه كله في حكايه العراف. بدأت الحكايه لأب مصري، أم سوفيتية كانت عايشة في مصر، وجوزه وخلفه أشرف، وفضل عايش مع باباه ومامته وتوفى بعد كده والده. خاف عليه جده اللي كان مرتبط بيه جدا من أهل والده لا ياخدوه ويربوه هنا، فخده وسافر بيه على الاتحاد السوفيتي في الفترة دي قبل ما يتفكك، في بالذات بتحديدا في أوكرانيا. عاش هناك، كبر هناك، لكن كان فاكر طفولته وكان عنده حب كبير جدا لبلده، لدرجة انه اول ما كبر وبقى راجل يقدر يعتمد على نفسه ساب اوكرانيا وقرر يرجع يعيش هنا. كان ساعتها رجالة المخابرات المصرية كانت بتدور على راجل بمواصفات معينة. المواصفات دي كانت ان هو يبقى بدنيا هزيل ضعيف، لكن في نفس الوقت لازم يكون ذكي، بلغتنا احنا كده لازم يكون صايع، يعرف يضحك على اللي قدامه من غير ما يقفشه. وكأني بوصف دلوقتي مواصفات أشرف فؤاد الطحان. الضابط أمجد من المخابرات المصرية شاف أشرف وعرفه ولقى فيه اللي كان بيدور عليه، خده وجنده. وطبعا أشرف كان بيحب بلده جدا وما اعترضش، وكان عارف الخدمة اللي هيأديها لبلده، وكان لازم يتزرع وسط المجتمع الإسرائيلي. كأي مهاجر بيجي للمجتمع الإسرائيلي بيتقسموا لأنواع معينة. أقل نوع منهم اللي هو بيبقى هزيل، ما عندوش علم، ضعيف، ما عندوش أي موهبة. المجموعة دي وبيبقوا فقراء طبعا. المجموعة دي بتتصنف على إن هي تشتغل في الحقول والمزارع، وكانت هي دي الفئة اللي عايزين يزرعوا فيها ديفي كرنهال، الاسم الجديد لأشرف فؤاد الطحان، اللي اتزرع وسط الناس هناك على انه مهاجر يهودي جاي من الاتحاد السوفيتي. طبعا كانش صعب عليه جدا انه يتكلم روسي لانه عايش هناك ومتربي هناك فترة طويلة. وفعلا اول ما وصل هناك اتوزع مع الناس اللي هم من الفئة دي على المزارع، وبدأ يعمل حاجات غريبة جدا شدت الانتباه ليه جدا وخلته مشهور جدا جدا جدا. هنحكي بقية الحكاية بس نطلع فاصل قصير قوي ونرجع على طول. ورجعنا لكم فاصل عشان نكمل حكاية العراف أو ديفي كرنهال. بدأ ديفي كرنهال يشتغل عادي وسط الناس وسط اليهود المهاجرين الجدد لإسرائيل. وفي الفترة دي عمل حاجة غريبة جدا. كان في واحدة من ضمن الموجودين في المنطقة هناك اسمها راشيل. راشيل كان يهودية مهاجرة من العراق. كان عندها مشكلة كبيرة جدا حصلت في العراق محدش يعرف عنها أي حاجة غير هي وأمها. المشكلة دي مع واحد اسمه بارون بولونسكي. بارون بولونسكي ده اتجوزها ورفض يعترف بابنها وسرق كل فلوسها وطردها. ما حكتش لحد اي حاجه من الموضوع ده. وفي وقت كان سهرانين فيه
راح قال لها مرة واحدة، عمل تعبيرات غريبة بوشه كأن مثلا جن لبسه، حاجة غريبة حصلت، وقال لها راشيل بارون بولونسكي بيبلغك اعتذاره وبيقولك انه هيعوضك قريب قوي عن اللي حصل. وبعدين عمل كأن الحالة لبسته وحاجة غريبة حصلت وخلاص. طبعا راشيل اندهشت جدا، محدش في الدنيا يعرف الحكاية دي، وبعدين دي جاية من العراق وده جاي من الاتحاد السوفيتي. تاني يوم لقت جواب مبعوث فعلا من بارون بولونسكي بخط ايده بيعتذر لها عن اللي حصل، وبيبعت لها شيك بكل الفلوس اللي خدها منها. الحكاية انتشرت جدا بالناس هناك، والناس اختلفت، هل دي كانت صدفة او معلومة سمعها من حد، ولا ده فعلا عراف وعنده قدرات خاصة. قال انا معرفش انا قلت كده ازاي، انا مش فاكر الكلام ده حتى وانا بقوله. وفي اليوم التاني والناس قاعدين بالليل بعد بقى ما اشتغلوا طول اليوم الصبح، عمل نفس شكل الحالة اللي عمله المرة اللي فاتت، وبص لهم كده وقال لهم المحرات ده احسن المحرات واجدد محرات عندنا، خسارة قوي انه يبوظ. المحرات قالوا لا دي ممكن تكون نبوءة كمان زي النبوءة بتاعت راشيل. جريوا بسرعة على اهم واكبر محرات عندهم في الارض لقوها دي، قالوا لا دي جت معاه كده مرة وخلاص، ده مش عراف. وناموا. صحوا تاني يوم الصبح، كانت المفاجأة كبيرة جدا، لقوا المحرات المهم الكبير فعلا بايظ. طبعا كانت اللي بتدبر كل ده المخابرات المصرية، يعني سهل جدا على المخابرات المصرية اللي موجودة في العراق انها تجبر بارون بولونسكي ده ان هو يبعت الجواب ده وبالشيك. وكان برضو سهل جدا من ضمن الناس المزروعين في اسرائيل هناك ان يبعتوا اي حد في الوقت ده يبوظ المحرات، مش حاجة صعبة. لكن بعد الموضوع ده وبعد ما انتشر جدا، مش بس في المنطقة اللي كان قاعد فيها ديفي كرنال، بالعكس وصل الأخبار بتاعته لغاية تل أبيب، ومش بس لغاية تل أبيب، لغاية الوزراء والجنرالات بتوع الجيش الإسرائيلي. لغاية ما جه في يوم عربية سوداء ضخمة جدا وفخمة جدا وقفت. انت ديفي كرنهال؟ اه انا. فعلا شكله زي ما الناس بتحكي عليه، ضعيف وهدوم مقطعة وشكله غريب. هو ده، هاتوه. وخدته العربية اللي هو لا عارف بتاعت مين ولا الناس دول مين، طلعت بيه على تل أبيب. نكمل حكاية العراف ديفي كرنهال في الحلقة الجاية.